النهاردة الاحتفال السنوي الكبير، المهرجان الكبير عندنا في المدينة. بيتعمل كل سنة في التوقيت ده، بيحضر فيه كل أفراد المدينة والضواحي كمان. بس النهاردة كان يوم اتغيرت فيه حياتي 180 درجة. لو كنت أعرف ما كنتش رحت المهرجان. مش عارفة مش عارفة اللي حصل لي كان حلو ولا وحش. بدأ اليوم عندي ان انا اول ما رحت المهرجان بالليل، كنت انا و10 من اصحابي متجمعين واتفقنا ان احنا نروح مع بعض. كان يوم جميل في بدايته، كان فيه اغاني كتير، ما كانش في حد مركز مع حد. بس في واحد لفت انتباهي، كان شكله غريب ومرعب جدا. لقيته بيقرب لي وبيقول لي: ايه رأيك تخوضي التجربة؟ انا استغربت من كلامه، هزيت له راسي وقلت له ايوه موافقة. لقيته بيقول لي: افتحي ايدك. فتحت ايدي لقيته حط لي حباية لونها احمر، ولقيته بيقول لي: ابلعيها مرة واحدة، ابلعيها حتى من غير مية، وهتدعي لي بعدها. حطيتها في بقي، واول ما حطيتها في بقي وبلعتها ما حسيتش ان في حاجة غريبة حصلت لي. قلت يمكن بيهزر، يمكن بيعمل مقلب. ما عداش بالظبط 10 دقايق كان بدأ التفاعل الكيميائي يحصل في جسمي من جوه. بعدها حسيت بزلزال بيرج جسمي، حسيت برعشة جاية في جسمي كله، حتى الرؤية في عيني ما كانتش مظبوطة. حسيت ان كل حاجة بتلف وبتدور حواليا. حسيت ان انا زي ما اكون بدخل في دواير وبخرج منها. لا لا، احساس مستحيل يتوصف زي ما انا حسيته. كان احساس صعب وشديد جدا، كان احساس وحش جدا. حسيت ان انا زي ما يكون بالظبط دخلت جوه غسالة اوتوماتيك عمالة تلف بيا تلف بيا تلف بيا. صوت الموسيقى ساعتها عالي جدا لدرجة ان انا حسيت ان انا الموسيقى نفسها، مش مجرد ان انا بسمعها. بدأت اشوف جوه عيني حاجات مش عارفة افسرها، حاجات قديمة مش عارفة، كانت كل حاجة داخلة في بعضها، مش قادرة اوصف لكم. وحسيت ان ساعتها ان الناس بتطلع وبتطير في الهوا وبتغني مع الاغاني، زي ما يكونوا هم كمان مش طبيعيين. بدأت افتكر حاجات، مقتطفات غريبة، زي ما يكون حادثة، دم، حاجة غريبة بتحصل لي مش قادرة اتكلم عنها. حتى لساني وبقي اتعوج، عيني ما كانتش طبيعية ابدا. الاحساس اللي جوايا كان غريب وكان مرعب وكان وحش جدا وكان صعب جدا جدا. لساني تقل لدرجة ان انا ما قدرتش انادي لحد او اقول لحد ينقذني، او حتى اطلب النجدة من اي حد او استنجد باي حد. كل حاجة جوايا كانت متضخمة زيادة عن اللزوم. كنت ساعتها بحاول انطق، بحاول احرك بقي، لساني تقيل جدا. عينيا متركزة على مناظر الناس وهم بيغنوا زي ما يكونوا بيغنوا اغاني شيطانية. كان في حضور شيطاني رهيب. الاغاني ما كانتش طبيعية، الناس كلها كانت مرفوعة في السماء. كل حاجة كانت بتلف وبتدور حواليا، كل حاجة دماغي كانت بتلف. كان نفسي افوق، ما كنتش عارفة حتى انادي لحد ان هو ينقذني، او ازاي افوق من اللي انا فيه. انا غلطت اكبر غلط ان انا اخد حباية من حد بمجرد ان هو قال لي تخوضي تجربة جديدة. ببص قدامي فجأة لقيت زي ما يكون شيطان كبير وقف قدامي، وحش كبير، ولقيته بيبصلي وبيبرقلي. مش بقولكوا الموسيقى نفسها كانت موسيقى شيطانية، الحفلة كانت حفلة شيطانية، الأغاني ما كانتش طبيعية. لقيته كان ضخم وكبير جدا، وواقف قدامي زي ما يكون عايز يعمل فيا حاجة أو يأذيني. كان شكله مرعب، ما كنتش عارفة نادي لحد. كانت عينيا متركزة بمنتهى الرعب. كل اللي أنا عملته إن أنا حطيت إيدي قدام وشي، ما كنتش عايزة أشوفه، كان شكله مرعب وشكله بشع. ما كنتش عارفة أفوق إزاي. فجأة سمعت صوت بيناديلي، فتحت عيني بالراحة، بصيت لقيتها مايا صاحبتي. قلت لها: أخيرا أخيرا، انقذيني انقذيني بسرعة. قالت لي: انتي عاملة في نفسك كده ليه؟ ايه اللي انتي عاملاه في نفسك ده؟ انتي خدتي ايه ولا شربتي ايه؟ قلت لها: في واحد كان شكله غريب قال لي انتي عندك استعداد وتحدي تخوضي التجربة. وانا بصراحة مرضتش اقوله لا، لقيته بيديني حباية خدتها. انا كنت فاكرها ان هي هتخليني بضحك شوية ولا مبسوطة شوية وخلاص. قالت لي: انتي ازاي تعملي في نفسك كده؟
انت غبية، انت مش عارفة ان الحبوب دي حبوب مخدرة ممكن تعمل فيكي حاجة اصلا. انت مش عارفة انه ممكن حد ياخدك ويخطفك ويأذيكي. ما كنتش مركزة في اي حاجة من اللي هي بتقوله. قلت لها بس حاولي تنقذيني من هنا، انا عايزة افوق بأي شكل من الاشكال. قالت لي احنا لازم نخرج من الحفلة دي بسرعة، الحفلة دي مش طبيعية، الحفلة دي فيها حضور شيطاني كبير جدا. جرينا انا وهي بسرعة، ملحقناش حتى النادي الباقي اصدقائنا، لان لقينا قدامنا شياطين كتير واقفة قدامنا. اتأكدنا ان الحفلة مش طبيعية ابدا. كنا عايزين نخرج من الحفلة بأي شكل من الاشكال، فضلنا نجري 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 لحد ما رحنا المخيم اللي احنا مخيمين فيه. اول ما رحنا هناك قعدنا ننهج من كتر الجري. قلنا أخيرا أخيرا أنقذنا نفسنا بأي شكل من الأشكال. ما كناش قادرين نتكلم، كنا مصدومين من اللي احنا شفناه. وبعد كذا ساعة لقينا النهار طلع. وأول ما النهار طلع لقيت مايا فاقت وقامت قايلالي انتي ليه عملتي في نفسك كده؟ احنا ايه اللي خلانا نروح المهرجان الغريب ده؟ قلت لها مش عارفة، أنا حتى لما خدت الحباية امبارح بدأت أفتكر حاجات غريبة، أنا مش فاكرة منها أي حاجة. بدأت أفتكر حادثة، دم، عربية، كل حاجة كانت متقطعة قدام عيني. بس الغريب يا مايا ان انتي كنتي معايا. مش قصدي على الحفلة بتاعت امبارح، لأ، أنا في الحاجات اللي أنا افتكرتها لقيتك كنتي معايا. بس مش قادرة أجمع أي حاجة من اللي أنا شوفته ده. كل حاجة كانت متقطعة قدام عيني، كانت عبارة عن ذكريات زي ما يكون شريط بيمر قدامي. بس انتي كنتي متعورة جامد يا ماي. انا مش فاكرة اي حاجة، كل حاجة متقطعة. مش فاكرة دي حادثة ايه او حصل لنا بعدها ايه. كل اللي انا افتكرته بعدها ان انا اي لقطة كنت بشوفها كنت بشوف منظر الشياطين قدام عيني تاني. وانا بتكلم فجأة لقيت ماي اختفت من قدام عيني، اغمى عليا. فقت لقيتني في المستشفى بعدها، ولقيت دماغي مربوطة. عرفت بعدها ان انا بقالي اسبوعين في غيبوبة، والسبب الراجل الغريب اللي اداني الحباية الغريبة. بس كان متوحي من الدكتور النفسي بتاعي، دكتور راشد. الدكتور اداله واتفق معاه ان احنا لما نروح الحفلة 10 من اللي كانوا بيروحوا له العيادة النفسية ان هو يدينا خلطة معينة من الحبوب تدخلنا في الصدمة وتخلينا نفتكر اللي حصل لنا بالظبط، اللي خلانا نعاني من الظروف النفسية اللي احنا فيها حاليا. ده طبعا كانت حاجة غير قانونية. هو الله أعلم كانت نيته خير ولا ما كانتش نيته خير. بس أنا عايزة أعرفكم إن احنا الحبوب اللي احنا خدناها دي احنا كنا 10، 8 مننا ماتوا، جالهم صدمة عصبية لما افتكروا اللي حصل لهم، جالهم أزمة قلبية وماتوا في لحظتها. وافتكرت بعدها الحادثة اللي حصلت لي أنا ومايا صاحبتي، ومايا ماتت. بعدها فقت من صدمتي العصبية، ودكتور راشد اتقبض عليه واتسجن. ولقيت ماما وبابا جنبي في المستشفى. مش عارفة اللي حصل لي ده كان حلو ولا وحش، لأني فقت من صدمتي العصبية بعدها.